حقوق، اخبارك يا احمد مين حضرتك؟ اسمي معالي المستشار. بتعاني من ايه كطالب حقوق؟ من حجم الكتب، وان دفعتي كل واحد فيهم محسسني ان مفيش زيه، وهو كل المعلومات اللي عنده ياما في الحبس مظاليم، والدفعه كلها مقتنعه انهم هيتخرجوا يتعينوا في القضاء والنيابه، وفي الاخر بيتحبسوا مع الموكلين بتوعهم. اكبر مشكله بتواجهك كطالب حقوق؟ الفقهاء، الكتاب الواحد بيبقى فيه 500 صفحه، في 600 منهم الفقهاء مختلفين فيهم، مفيش راجل فيهم ثابت على كلمه. ايه اللي بيضايقك من المجتمع كطالب حقوق؟ الناس شايفه ان طالب حقوق او المحامي عموما حرامي ونصاب بس بشهاده. بس انتوا بتقبضوا على قلبكم قد كده في القضيه الواحده. قد كده ايه؟ انا مش لاقي اكل، ده انا شحت البدله اللي جاي بيها. ايه اللي خلاك تدخل حقوق؟ عشان تحقق العداله، تنصر المظلوم. مجموع اللي رماني عليها. ليه؟ انت جايب كام؟ 40%، باخد فليكس انا عارف، واستلفت 10% ودخلتها. بتعمل ايه لما تخسر قضيه والموكل بتاعك يتحبس؟ بقول له كفايه انك بريء في نظري. انتوا كمحاميين عايزين الدنيا تولع عشان تشتغلوا. مش عايز اقول بس ده شغلنا بامانه. نشتغل ازاي طيب لو مفيش مشاكل؟ طب ما الدكاتره عايزين الناس تتعب عشان يشتغلوا، يا جت علينا. نهايه البودكاست ده تحب تقول ايه للمجتمع؟ احنا مش حراميه، احنا كل اللي طالبينه الناس تقع في بعض عشان نعرف ناكل لقمه عيش حلال.